هاي النخلة وكل النخيل الموجود في هذا البستان وفي بساتين قضاء الراشدية وقضاء الطارمية في بغداد مهددة بالموت، والسبب انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء اللي لحد الآن أصابت 500 نخلة شمال العاصمة بغداد في أقضية الطارمية والراشدية، بالإضافة إلى وجودها في محافظة ديالى، وتنتشر بالطيران القفز، تقفز تقريبا كيلومتر كامل من نخلة إلى نخلة ثانية. بهذا الفيديو دا تشوفون حجم الحشرة ايش قد صغير، لكن الإمكانيات اللي عندها إمكانيات عالية، تدخل بالأماكن الطرية داخل النخلة، يعني ممكن هاي النخلة تكون مصابة، تدخل بالأماكن الطرية ومن ثم تخترق النخلة وتوصل إلى عمقها إلى داخل النخلة، ومن ثم تنتقل، يعني بعد ما تعيش هنا تتزاوج وتكمل حياتها هنا تنتقل أيضا إلى نخلة ثانية وتستمر هاي العملية. تحذيرات من موت آلاف النخيل في العاصمة بغداد، وهاي البساتين الجميلة اللي أنا بداخلها في قضاء الراشدية الآن قد تختفي للأسف. حاليا أكو معالجات من مجلس محافظة بغداد ومن دائرة الزراعة في العاصمة بغداد ومن جهات حكومية رسمية، بالإضافة إلى وجود فرق الوقاية حصر أماكن انتشار هذه الحشرات. أحد الأطباء ذكر معلومة أنه نخلة شالوها من مكانها، حرقوها، وتوقعوا أنه هذه الحشرة ماتت. بعد فترة من فتحوا بطن هذه النخلة، قصوها بالنص بالضبط، فتحوا بطنها لقوا الحشرة بعدها عايشة. فهنا خطورة الأمر انتشاره راح يسبب كارثة. 2 مليون نخلة في بغداد مهددة الآن بالموت. إذا كنت مهتم بمجال الزراعة تابعني لأن عندي أخبار هواي.